أصعب تمرين الرجالة والستات بيفشلوا فيه كل يوم مع الأسف مش موجود في أي جيم على الأرض دي. أصعب تمرين الراجل بيقابله والست كمان بتقابله، اللي هو يصحى من النوم موده مش حلو وجسمه مكسر ملوش نفس يعمل حاجة لكن ينزل يعمل اللي عليه. أصعب تمرين اللي أنت تكون ظابط المنبه بتاعك على أول أذان لأذان الفجر وتقوم تصلي الفجر حتى وأنت مش قادر، أو أنت مالكش نفس، أو حتى كمان ما تبقى مش قادر تقف من كتر النوم اللي فيك. أصعب تمرين هو اللي أنت كل يوم بتجبر نفسك فيه عشان عارف اللي هو صح. النهارده آخر يوم في السنة دي خلاص خلصت. السنة الجاية تقدر تبدأها بحاجات واقعيه، اهداف واقعيه، وكمان تقدر تبداها باللي انت تتمرن التمرين ده كل يوم. افتكر حاجه مهمه جدا، البيت اللي انت موجود فيه ده كله معمول من طوب صغير جدا. الطوب ده لما بيترص جنب بعضه مع الوقت بيكون حاجه قويه جدا. فاحتفل بانجازاتك القويه، والحاجات الوحشه ما تجلدش نفسك عليها، بل بالعكس قول انا عملتها علشان انا ضعفت في الوقت ده، همرن نفسي بعد كده اني ما اعملهاش تاني. افتكر ان التمرين مش في الجيم، والتمرين مش عضلات بس، التمرين تمرين مخ وتمرين نفس، اللي هي تكون قادره فعلا توصل اللي هي عايزاه. الموضوع مش صعب خالص، بس محتاج استمراريه، محتاج تقتنع انك لازم تقع، ولازم تقع اكتر من مره كمان. جرب السنه الجديده تبدا بتمارين جديده غير الجيم وغير الفتنس بتاعك. جرب اللي انت تمرن عقلك على الصح وتجبر نفسك كل يوم انك تعمل الحاجه طالما هي صح. حاجه الغلط ممكن تعملها وكده كده هتعملها من هنا لاخر يوم في عمرك، بس الصح انك كل مره وانت بتعملها تتاكد اللي هي حاجه غلط مالكش نفس تعملها تاني. كده انت هتقدر تبطل. انا كوتش احمد عجلان، بعمل لك فيديوهات عن التغذيه وعن التمرين، وحبيت اقفل لك السنه بتاعتك بالكلمتين دول ليا وليك عشان نقدر نستفيد ونبدا سنه جديده واحنا عندنا مخ متمرن اكتر. وقبل ما امشي، كلمه السر هي يا متين يا رب، واهم حاجه خلي عندك يقين بالله، واليقين ده هو انك تكون متاكد وشايف بعينيك اللي ربنا كاتبه لك واللي انت نفسك من ربنا فيه. ما تقلقش، كل حاجه هتكون كويسه. سلام.